السلام عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني كتير، بقالنا فتره كبيره جدا، اكتر من شهرين ما عملناش مع بعض فيديوهات تكون حصري بسبب طبعا عارفين ان انا كنت متجبسه. النهارده هنعمل مع بعض المافن الحادق اللي عملته في حلقه التلفزيون، ويلا نسمي الله ونخش المطبخ. معايا بيضايه بدرجه حراره المطبخ، وهضيف عليها معلقه كبيره من الخل علشان خاطر زفرة البيض. معايا نص كوبايه من الزيت، وكمان معايا نص كوبايه من اللبن بدرجة حرارة المطبخ. كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ. هبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا كده بالويسك بتاعي. وصفة سهلة وبسيطة وتتعمل كمان لللانش بوكس علشان خاطر الاولاد والمدرسة. لا هتحتاجي مضرب كهربائي ولا خلاط ولا اي حاجة، في 10 دقايق هتحضريها. هجيب بقى المصفى بتاعتي او المنخل السلك او اي حاجة متاحة عندك انت بتنخلي بيها الدقيق. هبتدي اضيف نص كوباية من النشا، وهضيف كمان نص كوبايه من الدقيق. انا هنا مستخدمه دقيق متعدد الاستخدام، ومعايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. هبتدي بقى انخل المكونات بتاعتي كده كلها مع بعض، وهبتدي ان انا اقلبهم كده بالراحه لغايه ما احس ان الدقيق بتاعي امتزج وما بقاش فيه اي تكتلات. هشيل بقى هنا المضرب السلك ده، وهجيب الويسك اللي هو السلك التاني عشان خاطر اخد كل المكونات واخلط الدقيق كويس، وكمان ما يبقاش معايا فيه اي تكتلات. العجينه ناعمه جدا اهي ما شاء الله، ما فيهاش اي تكتلات. هبتدي اضيف الاضافات بتاعتي. معايا هنا ربع كوبايه من الزيتون او نص كوبايه من الفلفل الالوان، ولو مش متاح ممكن تستخدمي فلفل اخضر عادي. كمان هضيف نص كوبايه من الجبنه المبشوره، وممكن تضيفي جبنه كريم، يعني المتاح عندك استخدميه. المكونات اللي فوق دي كلها تبقى طبعا اختياري. الاساسي معانا اللي هي البيض واللبن، اللي هو التوبنج الاساسي، البيض واللبن والزيت. هقلبهم بقى كويس، وهحضر هنا صينيه الكب كيك، وطبعا دي متاحه عند كل الناس، ولو مش متاحه هقولك دلوقتي تعمليها ازاي. هتجيبي قوالب الفويل ديت، ورخيصه جدا، يعني سعر العشرة ب7 جنيه ونص، يعني مش غاليه خالص، وهتبتدي تعملي فيها. هاخد بقى من الخليط بتاعي كده، هقلبه كويس، واخد من كل المكونات وهضيفها في نص الكب كيك بتاعي، لانه طبعا بيرتفع معايا. في الوقت ده كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180، وسبتها تسخن جامد عشان ادخل المافن بتاعي فيها. بعد ما لقيت عيون المافن كلها وكمان الكبات الفويل، ابتديت اضيف جبنه مبشوره كده من على الوش علشان خاطر تدي كمان طعم جميل معايا ولون للمافن بتاعي. كده تمام، انا مليته كله. هدخله بقى الفرن ونرجع تاني بعد الفرن. بعد بقى 10 دقايق او ربع ساعه، يعني من 10 دقايق لربع ساعه تمام. هدخله بقى الفرن بتاعي، وكان استوى وبقى بالشكل الجميل دوت، ومن جوه كل المكونات مع بعض. يا رب يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الحلقه بتاعتي في التلفزيون. واللي ما شافش الحلقه هي موجوده على البيج بتاعي نونا ووصفاتها المجنونه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.